فهم نظم يا جماعة. الزمالك متصدر الدوري ومتصدر لا تكلمني. نادي الزمالك متصدر الدوري زي ما هو بعد نهاية الجولة دي وبرصيد 13 نقطة، والأهلي يتعادل مع إنبيا وإنبيا يتعادل مع الأهلي 1-1 في مباراة دراماتيكية، مباراة قوية جدا. طبعا يا جماعه انبي فرقه ضعيفه جدا فوق ما تتخيل، دفاعيا وهجوميا فرقه مفيش، ولكن تتعادل مع النادي الاهلي. انتوا متخيلين الاهلي يا جماعه ما كسبش غير ماتش واحد بس، ماتش واحد بس. فرصه لنادي الزمالك من طبق من دهب، ضيعنا كام نقطه؟ 6 نقط. المقاولين ووادي دجله، ووادي دجله كان زماننا كام لو خدنا ال6 نقط دول؟ كان زماننا كام؟ قولوا لي كان زماننا كام؟ اجمعوا قولوا لي. كان زماننا دلوقتي رسمي فهمي نظمي نادي الزمالك بطل الدوري. لو كنا خدنا ال6 نقط دول على الاربعه دول، كنا زماننا 12 نقطه، 12 نقطه فرق. ولكن هنقول لمين؟ هل بقى نادي الزمالك هيستغل سقوط الاهلي؟ هل هيستغل سقوط الاهلي ويعني يكمل؟ لا، الله اعلم. ممكن الماتش الجاي اللي يحصل بقى نخسر عشان يبقى فارق نقطه والاهلي يرجع، يعني او نتعادل، بس ممكن نخسر. يعني ما تستعجبش، ممكن نلعب مثلا كهرباء الاسماعيليه ونخسر منها، يعني عشان الاهلي برضه يرجع. يعني الزمالك طول عمره كده، ما شاء الله. الزمالك تاريخه كله كده، ودي مشكله. ده اللي هتجنني، ده اللي هيجنني، ده اللي يا رب مره واحده يا جماعه نستغل ان احنا اتقدمنا وندوس بقى، ندوس بنزين ونزود، ندوس بنزين ونزود بأربعة، نخليهم 6، نخليهم 8 ونحافظ. يعني نتمنى ازاي؟ نتمنى نادي الاهلي يا جماعه النهارده. انا زي ما كنت اتكلمت في فيديو محدش شافه وانا عارف، نادي الاهلي مليان نجوم، مليان نجوم، تخمه من النجوم، ودي مشكله. كفرقه المفروض عندك نجم او 2 بالكتير قوي سوبر ستار، لكن عندك 4 ولا 5 سوبر ستار. ده اللي بيحصل بقى، ده اللي يحصل. محدش عايز يرجع يدافع، وكله بيأنن، كله عايز يجيب الجون، كله، ودي مشكله. دي مشكله هم مش فاهمينها لغايه دلوقتي. هم مش مدركين، عمالين يزودوا في نجوم، يزودوا في نجوم. هتزود نجوم لفين؟ هتلاعبهم؟ طب ما النجوم دي ما بتبهدلش نفسها. خلي بالك النجم ده من النوعيه اللي هو مش بيبهدل نفسه ويعفر ويموت نفسه ويقع لا، النجم بيبقى واقف كده عايز الكوره ويقبل الجون. وفي بقى اللعيبه بقى تخدم عليه، تخدم على النجوم. تخيل بقى انت عندك 5 ولا 6 نجوم بيلعبوا قدام في خط الامامي، في خط الهجوم، وعندك 4 ولا 5 عيني ورا عمالين طالع عينيهم عشان يقطعوا الكوره ويوصلوا لهم الكوره، وهم واقفين مستنيين بشوات. الكوره مش كده. عشان كده باريس سان جيرمان فشلت. وانا بالنسبه لي كزملكاوي يا باشا انا فرحان، ما عنديش مشكله، انا فرحان جدا، عادي انا فرحان. يعني النادي الاهلي يبقى كده، ده بالنسبه لي هنكسب، انا مبسوط. ولكن احنا بنتكلم في الكوره، يعني لازم نتكلم في الكوره. ده مش حلو، يعني كثره النجوم دي مش حلوه، انا بقول لكم مش حلوه. فالنهارده يا جماعه النادي الاهلي في فضيحه كرويه، وطبعا اسوأ بدايه ليه حرفيا في تاريخ النادي الاهلي، ان هو يلعب. شوف كام ماتش لعب، كام لعب؟ ماتش بيراميدز خسر، واتعادل ماتش انبي، وتعادل ماتش زد. وفكروني في الكومنتات، كان اسوأ يا جماعه بدايه في تاريخ النادي الاهلي، وانا متاكد دي اسوأ بدايه حرفيا. لا يا بختك يا زمالك، بس كمل يا اخي، كمل يا زمالك بقى، كمل بقى واستغل الفرصه مره كده من نفسك يا اخي، من نفسك ومن نفسنا. فرحنا يا اخي، فرحنا يا سيدي، من نفسنا كده يا اخي بقى. يا جدعان تريزيجيه راح اول كوره كده في الشوط الاولاني، كان على يمينه زيزو، راح شاطها على يمين الحارس، نط كده وشاطها بره. لو كان لعب بقى لزيزو كان الجون. بس النجوم بتحب تبص لنفسها، يعني النجوم بتحب تبص ان انا عايز بقى ان انا اجيب الجون واخد اللقطه، ده النجم. فانت تخيل عندك 5 6 نجوم كده، 5 6 نجوم كده، يا نهار ابيض. وبصراحه يا جماعه كواليتي دفاع النادي الاهلي قليل جدا. العش وبيكهام قليلين جدا، ودي مصلحه. يعني احنا ان شاء الله اتوقع لو فعلا عندنا استقرت شويه كده
وتقلت وانسجموا، نادي الزمالك يا جماعه هيعمل ماتش محترم جدا، بس طبعا بشرط وجود مستر الفينا بيزيرا لازم يكون موجود يا جماعه. ده حاوي، ده بيجيب كده لعيب كده ويجيبوا كده ويجيبوا نادي كده. لا ده راجل حاوي يا جماعه، ده راجل حاوي. فهارد لك للنادي الاهلي ومبروك لنادي الزمالك تصدر الدوري رسمي فهمي نظمي، ونتمنى ان هو يحافظ على هذا التصدر. ويلا اشوفكم في فيديو جديد بقى، مبروك لينا الزملكاويه وسلام. اقفل بقى.